مباراة دسمة تكتيكيا كانت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. كارلو أنشيلوتي أدار المباراة بشكل تكتيكي رائع للغاية، وكذلك بيب جوارديولا أدار المباراة. تقريبا الفريقان تقاسما كل شوط في هذه المباراة. نعم، كانت مباراة تكتيكية رغم أنه ما كان فيها فرص كثيرة، لكن استمتعنا بها جدا، تمنينا لا تنتهي المباراة، كانت متعة كبيرة جدا. وبدينا بأنشيلوتي، البداية عرف يتعامل مع هالاند. ربما هذا ما يفسر الأهداف الكثيرة من خارج منطقة الجزاء لدي بروين. شوف سعادته بالضبط يعني جوارديولا، لأنه على لقطة الفيلم الوثائقي. أيوة، ممكن والله بشجع أي واحد إنه يحضر السلسلة الوثائقية لمانشستر سيتي يشاهد جوارديولا يتكلم على هذه النقطة مع دي بروين. أيمن، لدينا سؤال مهم. بيب جوارديولا في هذه المباراة لم يجري أي تبديل كما قال همام في هذه المباراة. البعض يرى أن جوارديولا تخوف ربما من سيناريو العام الماضي، لكن فنيا هذا الأمر هل أثر على مانشستر سيتي رغم أن هناك خيارات كثيرة للسيتيزن في دكة البدلاء؟ نعم، هو فعلا كان متخوف جدا من المباراة عموما، من ريال مدريد، من الخسارة ما حدث. يعني حتى شاهدنا الدقائق الأخيرة كان فرصة لبنزيما، فرصة تشاوميني، التسديدة القوية، فكان خايف جدا إنه 2-1 ولا 3-1 يختلف جدا. رغم إنه مثلا برناردو سيلفا كان يبدو متعب جدا، وأنت لديك محرز وفودن، لكن خاف أي لحظة يفقد الفريق السيطرة على المباراة، تحصل هجمة مرتدة من كافافينجا من الظهير الأيمن. حاول يعني جوارديولا عموما مقل في التغييرات، حاول الحفاظ على المباراة كما هي، وفعلا انتهت ب1-1. هنشوف، هو سعيد جدا بهذه النتيجة ويريد الحسم في مانشستر. سنشاهد الأسبوع القادم مباراة كبيرة مرة. سنرى ما سيحدث الأسبوع القادم في إياب الدور نصف النهائي لأمجد البطولات الأوروبية. هالاند هو الإضافة الكبيرة. شاهدنا روديجر وألابا تعاملوا معه بشكل جيد، كانوا قريبين جدا منه باستمرار، لم يتركوا له المساحة لتسجيل الأهداف كما اعتدنا. لم يسجل هدفه ال 52. شاهد دائما يا روديجر يا ألابا بيحاولوا يكونوا قريبين منه، ترك مساحات على الأطراف 1 على 1، ما كان في مشكلة على اساس حمايه. حاول سيتي يسدد من خارج المنطقه، لكن كان في حذر كثير. جوارديولا واضح انه متذكر ما حدث العام الماضي، لم يرد ان يخسر في هذا اللقاء، اراد ان يكون الحسم في مانشستر، وكان سعيد جدا بالنتيجه بعد المباراه، انه المباراه على ارضه، لديه ثقه كبيره في لاعبيه انه هو المرشح في مدينه مانشستر. استمتعنا جدا، هدفين اجمل ما في اللقاء، هدف رهيب جدا بنشاهده كافافينجا. يعني خلاص تعودنا على ستونز في سيتي انه هو يزيد ويبقى كلاعب وسط. كافافينجا كأنه ولد لهذا الدور، مخصص، هو ظهير أيسر ولاعب وسط، وأصلا لاعب وسط وبالقدم اليسرى. جونيور كل مباراة يقدم من الأفضل منه في العالم حاليا، يعني المستويات التي يقدمها. السيتي شاهدنا ضغطه، استفاد من الضغط أمام بايرن ميونخ وارتكب أخطاء كثيرة بمكانه. لا، هنا ريال مدريد لديهم الخبرة الكبيرة جدا، استطاع كافافينجا مودريتش الخروج من الضغط وتسجيل أهداف. الشوط الثاني العكس، الريال حاول يزيد هجوميا ويلعب، كانت فرصة للسيتي. المرة الوحيدة السيتي اخترق هذه الفرصة اللي بنشاهدها دي بروين، أنه المساحات كانت بين كافافينجا وقلب الدفاع، بين ظهير الأيمن وقلب الدفاع، فكان حذر جدا. مرة وحيدة دي بروين تسلل ولم يسدد، ولكن سجل الأهم. يعني دي بروين لو تتذكر العام الماضي خرج في الدقيقة 70 وكان زعلان جدا في اللقاء الماضي، لا هنا كان موجود وكمل وصنع الهدف المميز جدا. في لقطة مميزة لجوارديولا في السلسلة الوثائقية لمانشستر سيتي، بيتكلم مع دي بروين، بيقول له دائما عندما المدافع لاعب الوسط الارتكاز دائما ما يعود إلى منطقة الجزاء، فانت تاخر شويه، دائما بيكون في مساحه خارج منطقه الجزاء للتسديد. ولاحظ فعلا توني كروز دخل داخل منطقه الجزاء، فقد في مساحه لدي بروينا وسدد بطريقه تصريح ناري لمدرب مان سيتي. السلام عليكم عشاق كره القدم، المرجو الاشتراك في قناه كره لايف وتعليق يحفزنا ومتابعه حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله. رفض الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التقليل من حظوظ منافسيه ريال مدريد في تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالرغم من التعادل الذي خرج به مساء الثلاثاء، إلا أن الميرينغي فريق له إبداع كبير في المسابقة القارية. وتعادل فريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات ذهاب الدوري نصف نهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022
2022-2023. وقال بيب غوارديولا في تصريحات لشبكة BT سبورت: عندما كنا أفضل سجلوا، وعندما كانوا أفضل سجلنا. وأضاف عن لقاء العودة: الأمر يتطلب الكثير، إنهم جيدون للغاية ولديهم خبرة كبيرة، ولكننا متماثلون. ورد على سؤال الجميع الذين توقعوا أن يدمر مان سيتي ريال مدريد، حيث قال: من الجميع؟ هل تعرف مع من نلعب؟ هل تعرف عدد الألقاب التي لديهم في دوري أبطال أوروبا؟ هذا ليس خطأي، إنك إن اعتقدت أننا سوف نفوز ب6-0 فهذا شأنك. كما قال: سوف نحاول تعديل شيء ما بحيث تكون المباراة أكثر مرونة واللعب بإيقاع أكثر بقليل. جاء هدف المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 من عمر المباراة لصالح ريال مدريد، قبل أن يعادل النجم البلجيكي دي بروين في الدقيقة 67. وتأهل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارل أنشيلوتي للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسيه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا بثنائية دون مقابل، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه في الإياب على ملعب ستانفورد مع عقيل البلوز. فيما حجز مان سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا مقعده في نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة، متفوقا على بايرن ميونخ في مباريتين ب4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه وسط جماهيره في الذهاب ب3 دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب. وتقابل الفريقين وجها لوجه في 8 مرات سابقة في دوري أبطال أوروبا. حقق ريال مدريد الفوز في 3 مباريات مقابل 3 انتصارات للسيتي، بينما انتهت مباريتين بالتعادل بينهما. وخاض الميرينغي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتوج بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في مدينة إشبيليا. في المقابل نجحت مان سيتي في الخروج بنتيجة إيجابية مع الفريق الملكي، ظنا منها أن مواجهة الإياب التي سيتم استضافها على أرضهم يوم الأربعاء 17 مايو سوف تكون لصالحهم. وتسلح الفريق الإنجليزي بالهداف النرويجي المتألق هالاند الذي نجح في تسجيل 51 هدفا خلال مشاركته في 46 مباراة بجميع البطولات مع السيتي هذا الموسم. ويملك مانشستر سيتي فرصة ذهبية للفوز بثلاثية تاريخية هذا الموسم، حيث يتنافس على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي. ويعتبر مان سيتي قريبا للغاية من الحفاظ على اللقب الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، على الرغم من المنافسة القوية من نظيره الأرسنال، حيث يتصدر رجال غوارديولا الترتيب برصيد 82 نقطة. كما نجح السيتي في التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي، حيث يلتقي مع جاره مانشستر يونايتد بالساعة 5 مساء في تاريخ 3 يونيو المقبل بالعاصمة البريطانية لندن. وتقابل الملكي والسيتي وجها لوجه في 8 مرات سابقة خلال دوري أبطال أوروبا. في رأيكم حسب المعلومات المذكورة وحسب خبرتكم في كرة القدم من سوف يتفوق في هذه المباراة؟ شخصيا أرشح ريال مدريد. أولا أنا من عشاق الملكي، ثانيا الملكي لديه قوة خارقة خلال دوري أبطال أوروبا، ثالثا إنني أحب الفريق الملكي. لا تنسوا دعمنا بزر لايك، اشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء.